الحلقه دي عايز اشارك معاكم قصه شفتها على الانترنت الاسبوع اللي فات والهمتني جدا جدا جدا، وعايز اشاركها معاكم عشان خاطر اللي ما يعرفهاش ممكن يحس بالالهام والانبساط زي كده برضو، وكمان نشوف إيه الدروس المستفاده من قصه زي دي. القصه اتنشرت، انا بحكيها لكم زي ما شفتها اونلاين. القصه اتنشرت في قناه يوتيوبر مصري بيتكلم في الكوره، اسمه مروان سري، وزميلته اسمها سلمى، وهو عنده قناه عليها حوالي اكتر من مليون مشترك اسمها ارزع، بتتكلم في الكوره. بغض النظر بقى انت ليك في الكوره ولا مالكش في الكوره، عايزك بس تستنى معايا شويه كده وتفهم انا قصدي ايه. طيب، من حوالي اسبوع حصل بروباجندا اونلاين، وشفت كويس وشفت فيديو انتشر على السوشيال ميديا وانتشر عنده على القناه، بيتكلم فيه عن رحلته من بس فكره، مجرد فكره ان هو يشتري نادي في انجلترا، لغايه لما وصل لمرحله ان هو فعلا اشترى او بقى واحد من المشاركين او المشتريين او المسؤولين عن نادي في انجلترا. يعني البدايه من بدايه الفكره لغايه لما وصل للمرحله دي. القصه لما انا شفتها، هو مده الحلقه نص ساعه، هحط لكم اللينك بتاعها في الرابط تحت لو هي لسه موجوده اونلاين. القصه كانت بالنسبه لي ملهمه جدا جدا، لان هو كان بقى ايه، مدخلك معاه في الديالوج، ومن ساعه لما ابتدى يفكر في الموضوع وكان حاسس بايه. طبعا انا عارف كويس جدا ان في الفيديو برضه هو اكيد مش جايب البروسيس كلها، او مش جايب هو عمل ايه من الاول للاخر، او بقاله قد ايه اشتغل على الموضوع ده. بس انا بتكلم المقتطفات اللي هو عايشنا فيها معاه. انا شفت قد ايه هو كان بيفكر من الاول، استعان بزميلته، ابتدى ان هو ياخد راي الناس اصحابه لغايه لما عمل سكاوتنج، راحوا انجلترا ابتدوا يتفرجوا على نوادي معينه ويتكلموا مع رؤساء نوادي معينه، لغايه لما وصلوا مرحله ان هم لقوا نادي اتفقوا معاه. بغض النظر، ملحوظه، بغض النظر الفيديو ده، الوقت اللي انا بصور فيه الفيديو ده، انا عرفت ان هو فسخ التعاقد معاهم والديل اتكنسل. بس مش هو ده الموضوع المهم، الفوكس او الاساس او الكور بتاع الحلقه نفسها، وهو ده اللي انا عايز اتكلم فيه. الراجل ده راجل مصري، تمام؟ انت عارف يعني ايه شخص مصري يصحى الصبح وهو عايش في مصر ومعاه فلوسه بالمصري مثلا، يعني او بالعمله المحليه، ويصحى الصبح يقول لك ايه؟ انا فعلا بفكر جديا ان انا اساهم واشتري نادي في انجلترا، ايا كان بقى النادي ده في الدرجه الخامسه، في السادسه، في الثالثه، ايا كان. الفكره نفسها يعني فكره ملهمه. ليه فكره ملهمه؟ لان هي تبين لك قد ايه الفكر بتاع الشخص ده فكره وليه لا. ودي اول حاجه، ده اول درس انا عايز اشارككم بيه النهارده. فكره ان احنا دايما نغير طريقه تفكيرنا من فكره ده ما ينفعش، ده مستحيل، والكلام ده كله، لملحوظ لحاجه صغيره، هي فكره ليه لا. فكر في كده، او فكر بالاسلوب ده في حاجات كتيره جدا في حياتك، وهتلاقي ان انت توصل لحاجات اكتر بكتير ما انت تخيلت. انا متاكد احنا لو اتكلمنا مع الشخص ده، او مثلا مروان سري او سلمى في الاول، بغض النظر عن النهايه كانت ايه اللي احنا عرفناها الايام اللي فاتت، بس انا باكد لك لو احنا اتكلمنا معاهم ان هم كانوا هيقول لك لا لا، احنا ما كناش متخيلين ده ممكن يحصل. بس الموضوع ابتدى بحلم عند مروان، عند سلمى، وات ايفر، ابتدى بحلم، وبعد كده ابتدوا ان هم ايه، يشتغلوا ان هم يحققوا الحلم ده. فاول حاجه عايزك تفكر فيها دايما هو ايه؟ بالنسبه للفيديو والحلقه دي، خلتني احس بالانبساط ليه وانا بتفرج عليها. يعني انا شخصيا، اللي الناس بتقول ان انا ملهم بالنسبه للناس لما بدي خطب هنا في اوروبا والكلام ده كله، الناس تقول ان انا ملهم بالنسبه لهم، انا حسيت بالانسبريشن، بالفخر، بالانبساط. ليه؟ عشان خاطر في شخص ايا كان بقى خلفيته ايه، ايا كان معاه ايه ومعهوش ايه، ابتدى من الصفر، ابتداش من الصفر، مش مشكلتي. فكر ثانيه، ليه لا؟ ليه ما نروحش مثلا نعمل كذا؟ ايا كان لا معقوليه الفكره نفسها، بس هو قال لك ليه لا واشتغل عليه. ده اول حاجه. تاني حاجه عجبتني اكتر من اي شيء تاني، ان هو بعد ما قال لك ليه لا، قال لك طب ما تيجي نشوف. مش بس ايه مثلا قال لك ليه لا وابتدى يحلم لمده سنتين وثلاثه وهو قاعد مكانه، لا، قال لك طب ما تيجي نشوف. ابتدى يسال اصحابه، في منهم اللي قال له اه، في منهم اللي قال له انت بتحلم مش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا هم حطوها بسياق كوميدي في الحلقه شويه، بس في منهم اللي قال اه، في منهم طبعا اللي حذروا بقى، في منهم اللي ساعده وابتدى ان هو يساعده في الريسيرش والكلام ده كله. بس اللي انا بتكلم فيه ان هو بعد ما قال لك ليه لا وايه اللي يمنع، مجرد فكره، راح جاي بعد كده قال لك ايه؟ يلا نطبق، يلا نشوف بقى، نعمل شويه ايه، ريسيرش، وندوش شويه عشان خاطر نشوف هنوصل لايه. تمام؟ فكره ان انت توصل لحد من الاداريين في نوادي، بالذات لو انت مثلا بتتكلم في، نكون صراحات، لو انت في مصر وبتتكلم مع ناس من بره في انجلترا والكلام ده كله، وتوصل ان انت تعمل مواعيد مع رؤساء الانديه دي، حتى لو هم مثلا في درجه ثالثه او رابعه، الموضوع مش سهل زي ما انتم متخيلين. الموضوع محتاج مجهود اكتر ما انتم متخيلين، ومثابره اكتر ما انتم متخيلين. فعشان كده انا مقدر كويس جدا هم ممكن يكونوا مثلا صبروا قد ايه عشان خاطر مثلا يحققوا المواعيد دي او يتفقوا على المواعيد دي. فعشان كده بقول لك هو ابتدى بليه لا، وبعدين بعد كده ابتدى ياكت على الموضوع ده، او ابتدى يتحرك على الموضوع ده، على الخطه دي. وبعدين بقى الكوميدي في الموضوع هو ايه، او الحاجه الجميله سوري في الموضوع هي ايه، ان هو بعد ابتدى يتحرك الهمنا كلنا
في الخطوات اللي هو بياخدها. يعني هو طبعا ما ابتداش بفكره ان انا عايز الهم الناس، هو ابتدى انا عندي فكره جميله عايز ابتديها مثلا، تمام، بس هو عشان اتحرك وعمل الكلام ده كله، انت وانت قاعد بتتفرج عليه لو انت بني ادم سوي هتحس بالالهام، هتحس ان انت انسبايرد، هتحس ان انت عايز تعمل حاجه جميله في حياتك زي كده، وتجيلك افكار جميله وتقول طب وليه لا انا كمان، والكلام ده كله ده التطور الطبيعي بتاع الموضوع. فانا اللي بتكلم انا فيه ان الدروس المستفاده ليه لا، وبعد كده نقي فريق العمل الكويس بالنسبه لك اللي يساعدك، ابتدي اتحرك وتوكل على الله عشان خاطر تجي لك شويه رؤيه، لان في الاول اي بني ادم بيبتدي اي خطوه في حياته ما يبقاش عنده رؤيه كامله. انسى فكره ان انت شايف درجات السلم من هنا لغايه الاخر وهتوصل ازاي، لا، انت بتبتدي بالحاجه اللي عندك، وبعد كده بتبتدي شويه بشويه، كل ما تاخد خطوه الرؤيه بتوضح اكتر، الرؤيه بتوضح اكتر. وده لو انت خدت بالك، يعني لو اتفرجت على الفيديو هتلاقي ان ده بالظبط اللي كان بيحصل. عندهم 5 6 مواعيد، كل مره كانوا بيعملوا ميعاد كانت الرؤيه بتوضح بالنسبه لهم اكتر، الفكر ماشي ازاي، طب ايه عدد النوادي، احنا العدد شروط النوادي ايه، طب احنا ممكن نقبله واحنا ممكن نرفضه، والكلام ده كله. فاللي انا بتكلم انا فيه ان كل شويه كل ما انت هتاخد خطوه الموضوع هيوضح. ففريقك، الناس الملهمه اللي ممكن تبقى جاده ان هي تساعدك تكون موجوده معاك في صفك، ان تبتدي تتحرك على الهدف بتاعك، وحتى لو هو مش معقول بالنسبه للناس كلها. ولازم بقى تحط في دماغك اخر حته هي ايه، في شريحه معينه من الناس مش هتكون مبسوطه اني anyway. مش هتكون مبسوطه. اي حاجه انت بتعملها ذو قيمه، انت شايفها ذو قيمه في حياتك، تمام، في دايما هيبقى في جزء مدعم وجزء ضد. وعشان بس اجيبها لك على بلاطه، عشان خاطر بس احطك في طريقه التفكير الصح، الناس اللي هتبقى ضد هتبقى اكتر بكتير. يعني اي حاجه ليها قيمه في حياتك انت هتحاول تعملها، هتلاقي مثلا ممكن لو انت عندك 100 شخص حواليك، او مثلا 100 شخص مثلا عرفوا الموضوع حتى لو هم مش اصدقائك، هتلاقي مثلا ممكن 10 20 مدعمين، 70 سوري 80 90 ضد. او مثلا بتاع ده بيحبطوك. فبناء عليه لازم تكون دايما انت وانت داخل المواضيع دي كلها عارف كويس جدا داخليا ان يبقى فيه هجوم عليك، عارف كويس جدا ان ممكن يبقى في ناس ضد رايك، وعارف ان في ناس مستنيه مثلا انت تقع، مستنيه ان انت تفشل، مستنيه انت تعك عشان يقول لك اهو شفتوا الدنيا عكت معاه عشان كده انا ما بفكرش بالطريقه دي. لازم تكون حاطه في دماغك، وما تستناش ان انت تلاقي دعم مثالي من الناس، لان انت لو فضلت مستني في مكانك لغايه لما تلاقي دعم مثالي من اغلب الناس اللي حواليك او حتى الناس اللي ما تعرفكش، يبقى انت تفضل مكانك على طول. وافتكر دايما ان انت عمرك ما هتقدر ترضي كل الناس، حتى لو انت بتتكلم في حياتك الشخصيه عمرك ما تقدر ترضي كل الناس. وبناء عليه لو عندك حاجه معينه في دماغك، فكره صغيره جدا وانت شايف انها مستحيله، ابتدي اعمل زيه، فكر كده ليه لا. دي اول حاجه. تاني حاجه، شوف مين ممكن يساعدك فيها ويكون مؤمن معاك وممكن يكون جاد. انت عايز ناس تصحى معاك، مش ناس نايمه معاك، لا، ناس صاحيه. ممكن يكون فريقك مين ممكن يساعدك فيها ويكون جاد في الموضوع ده. ابتدي خد اول خطوه، توكل على الله. الطريق بالنسبه لك هيوضح سنه بسنه. وحط في دماغك دايما ان في اعداء كتير، مش اعداء، في ناس كتيره جدا مش هيبقوا مبسوطين باللي انت بتعمله، لا، اما اغراض شخصيه، تمام، او لغرض الكره بس، او لغرض ان هم فعلا خايفين عليك. في على فكره جزء هيبقى خايف عليك فعلا وخايف من فشلك، عشان كده يحاولوا ان هم ينقذوك من الموضوع ده ويحاول يمنعك من الموضوع ده. بس انت لو عزمت حاجه، وحاجه مثلا انت شايف انها ممكن في يوم ما تجيب لك السعاده، او مثلا ممكن تحقق حاجه كويسه فيها، توكل على الله، تمام، وخد اول خطوه، وفي الطريق الحاجات كلها هتبان بالنسبه لك. تاني باكد لكم، لو كان الفيديو بتاع مروان وسلمى لسه موجود، هحط لكم اللينك بتاعه تحت لان هو فعلا يستحق المشاهده. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه دي، واشوفكم الحلقه اللي جايه.